العظيم هو ده الواد اللي في بقه معلقه ذهب اهي، ادي المعلقه الذهب اهي. دي آية قرآنية بالكامل معمولة من الذهب الخالص. لاكشمي ده إله عند الهند، مصنوع من الذهب الخالص. واخيرا من اهم الاستثمارات اللي انت لازم تعملها في حياتك ان انت تجيب لك واحده زي دي تخزنها للايام السوداء، لان الذهب الاسود بينفع في اليوم الابيض. بالاضافه لكده ان انت مش هتلاقي سبائك بس، ممكن تلاقي معالق ذهب، لولي بوب ذهب. تخيل تجيب لابنك لولي بوب. والله العظيم هو ده الواد اللي في بقه معلقه ذهب اهي، ادي المعلقه الذهب اهي. الواد اللي بيتولد في بقه معلقه ذهب يا جماعه، وده عشان ابنك يتبسط بالمصاص. هتتجننوا. لا بص بقى كده، دي تبان صغيره في الحجم، يعني هي باينه قدامكم ان هي صغيره في الحجم تقريبا قد كف الايد، بس دي تقيله جدا. دي بتبقى وزنها كيلو من الفضه الخالصه، بتطلع من اراضي الامارات، مختومه بالاختام بتاعتها، مكتوب عليها 1 كيلو، وده شعار الامارات، وده السيريال نمبر بتاع كل سبيكه لوحدها. كل سبيكه لوحدها بتاخد سيريال نمبر. لو انت لفيت كده هتلاقي الشكل زي ما انت شايف، بس الاختام كلها بتبقى موجودة من قدام، لان الحاجات دي كلها بتخضع للرقابة. وزي ما اتفقنا وبنعين وبنزيد، اهم استثمار لازم تعمله في حياتك هو الاستثمار والملاذ الامن. هتلاقي فيه عندك الذهب، حتى ده بيبقى سويسري. ده where is this come from, brother? Sicily, Switzerland. Switzerland. And this one? Switzerland also. This is Switzerland. Emirates. This is from Emirates. يبقى ده من الامارات. الاثنين دول من سويسرا. هتلاقي فيه هنا كمان جنيهات ذهب معمولة على أشكال عملة تذكارية. ده الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد، الاثنين معمولين بشكل كويس جدا كعملة تذكارية. الحاجات دي يا جماعة كهدايا تبقى ممتازة جدا، وكاستثمار انت بتشتري لنفسك حاجة بتفكرك بالبلد، وفي نفس الوقت استثمار على المدى الطويل. على بص بقى على العملات الذهب. ده روبية الهندية معمولة من الذهب الخالص بنفس التصميم بالظبط بتاع العملة المحلية الهندية. تعال بص على العملة دي كمان. العملة معمولة من الذهب الخالص، وهتلاقيها فيها وش وظهر، يعني كأنك بالظبط هي العملة بتاعة البلد بس معمولة من الذهب الخالص. دي آية قرآنية بالكامل معمولة من الذهب الخالص، مفيش كلام تاني يتقال. أعظم حاجة ممكن تلاقيها ده ظهر الآية القرآنية. طبعا الحفر موجود من ورا، بس من قدام الكلام بارز. الكلام بارز بالالوان البسيطه الجميله بتاعته. صراحه عامل منظر تحفه. لاكشمي ده اله عند الهند، مصنوع من الذهب الخالص، حجمه صغير. ده السيريال نمبر بتاعه. طبعا اكتر حاجه هيعرف الموضوع دوت الهنود، لان هو ده يعتبر اله في الهند. لو انت عجبك المحتوى ما تنساش متابعه، لايك وشير. سلام.